نفسه نصيح وحويط. حسونا حسونا لكل عقدة محلولة، وكل يوم عندنا في جديد. حسونا 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 عيل الهولة، مفكر نفسه نصيح وحويط. حسونا حسونا لكل عقدة محلولة، وكل يوم عندنا في جديد. حسونا حسونا قلبه ابيض، حسونا دمعي طرب. حسونا قلبه ابيض، حسونا دمعي طرب. حسونا لا وكمان قاضي وفنان. حسونا مجدع ومسمع، صيته مسابقه في كل مكان. حسونا حسونا كل يوم وياه بحكاية، أبيض وأسود والألوان. حسونا حسونا قلبه أبيض، حسونا دمعته ورب. حسونا قلبه أبيض، حسونا دمعته ورب. حسونا لا وكمان قاضي وفنان. انا عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة. الاوي الكل بيكذب ويحور، والحقيقة بسرها تبان. ضحكوا وقالوا عليا عبيط، بس الحقيقة ان انا غلبان. قلبه أبيض، حسونا دمعته أقرب. حسونا قلبه أبيض، حسونا دمعته أقرب. حسونا لا وكمان قاضي وفنان. حسونا 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 حسونا. على واحد على واحد على واحد اكونش راحت عند جدعنة. وبعدين بقى، طب اروح اسأل عند جدعنة، مش هسلك من لسانها اللي عامل زي المبرد ده. اما اروح اشوف واحد راحت فين. ايه ده، انت رجعت من بره؟ وكنت بدور عليكي، كنت فين؟ كنت عند الدكتوره نعومي. ايه ده؟ جدعنة هتموت يا رب. تف من بقك بعد الشر. انت بتف عليا يا حسونه؟ مش انت اللي قلتيلي تف؟ ماشي، ليك رؤى يا حسونه، بعدين ابقى نتفاهم معاك، وبعدين انت تقولي مبروك. اقول لك مبروك ليه؟ اصل انا حامل. حامل؟ بس احنا ما اتفقناش يا لواحظ، يعني ازاي انت بقى حامل؟ وهو دي فيها اتفاق يا حسونه؟ بقول لك حامل في الشهر الخامس. حامل من الشهر الخامس وما تقوليليش؟ حامل في الشهر الخامس، مش من الشهر الخامس. اه وبعدين دكتور حقنه هو اللي قال لي. دكتور حقنة هو اللي قال لي. روح بقى يلا دلوقتي، هات لنا طلبات للبيت وطلبات للواد. مش لما يجي الواد نبقى نشوف طلباته ايه؟ ان شاء الله هيجي بالسلامه. روح انت بس بسرعه، وروح قول للناس كمان، كل اللي في الحته قول لهم ان انا حامل عشان يجيبوا النقطه بتاعت الواد. ده مين اللي يجيب لي النقطة للواد ده؟ ده انا كنت اشرب من دمه، الواد اللي انا مستنيه من زمان حد يجيب له نقطة؟ ده انا اشرب من دمه. انت بتقول ايه يا رواح؟ يا لهوي عليا وايام السودة، بقول لك نقطه الواد، الحلاوه يعني بتاعت المولود، مش نقطه للواد. ابوس ايدك ركز معايا بقى شويه. طيب حاضر يا لواحظ، هنزل اشوفهم اهو. بس انتي بطنك مش منفوخة يعني. هتتنفخ. انت تروح تجيب لي دلوقتي شويه حاجات للبيت، وتجيب لي حاجات للواد. الواد؟ وتروح تعرف الناس ان انا حامل عشان يجيبوا الحلاوه بتاعته، النقطه بتاعته. الواد هيجي له نقطة، الواد هيجي له نقطة، الواد هيجي له نقطة. تقيلة. اعمل ايه بس يا ربي؟ ايه الغلب ده؟ واحد عبيط اللي يجي لك انت يجي لك نقطه، يا ربي عبيط وربنا بلاني بيه. على واحد على واحد. ايه في ايه يا حسونه مالك؟ بقول لك انا تعبت من عمايل الاكل والطبيخ والترويق والتنظيف في البيت. يعني انت تعبت من 3 شهور بس عمايل في البيت يا حسونه؟ امال يعني لو انت كنت مكاني كنت عملت ايه؟ كنت خلاص بقى، يعني كنت خلفت وخلصت جزء من التعب اللي هو فيه. 8 شهور بطنك حتى لسه ما اتنفختش. اصل انا الحمل بتاعي غير اي حمل. ليه؟ حامل في فيل ولا حامل في عجل؟ خلاص بقى يا حسونه، بكره هتيجي تلاقيها منفوخه ان شاء الله مترين قدامي. لا خليها متر واحد علشان نعرف نولدك. ماشي يا حبيبي، اخليها متر واحد، وانا ليا احلى من حسونه حبيبي وجوزي وحبيبي. انا اخليك ليا. اقول لك ايه، بطنك دي لما اتنفختش انا مش هعمل حاجه في البيت، انا بقول لك اهو. لا يا حبيبي، بكره هتيجي تلاقيها منفوخه. قلبي يا حبيبي، حسونه حبيبي وجوزي. هلاوي.
السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده الواد اتنفخ اهو، اتنفخ نفخه والواد طلع في بطني. مش قلت لك يا حسونه بطني هتتنفخ؟ دي منفوخه نفخه ولا اجدعها بتاع كاوتش. ولا حسونه، انت هذا حسونه. تعالى يا دكتور حونه تعالى. السلام عليكم. تعالى يا دكتور حونه تعالى. مين مساء ايه؟ الخير. يا رب يا ساتر. هات يا باشا. هلا عم صباح. هلا يا جدعان، الحمام كلهم منورين والله. احنا قلنا بقى كده، كنا قاعدين احنا والرجاله، قلنا نيجي نطمن على لواحظ. ربنا يخليك يا دكتور حقنه يا كبير الدكاتره في الحته كلها. بقول لك يا حسونه، ربنا لو كرمك بواد هتسميه على اسم بطحه، عشان بقول لك ايه، يعلمونك السياحه على اصولها، وان شاء الله يخلونك معروف في سجون مصر كلها. انت بتقول ايه يا بلطجي انت؟ انا عايزاه يطلع ظابط عشان يلم الاشكال الوسخه اللي زيك. قال يطلع ظابط ايه؟ ده ابو حسونه وامه رواحظ. عيب عليك يا بابا يا بطحه، عيب عليك الكلام دوت. ان شاء الله اول ما لواحظ تقوم بالسلامه ان شاء الله المولود دوت انا اربيه واشيله في عينيا. لا والنبي بقى يا عم ده باشا، سيبونا احنا نربيه بمعرفتنا. خلاص بقى يا جماعه بقى، خلوا لواحظ ترتاح بقى. الله، احنا جايين نطمن على لواحظ وعلى المولود ونعمل الواجب ونتكل على الله. خد يا لواحظ. ايه كل ده يا الف دكتور الف حقنه ده؟ الف مبروك. ده كتير قوي يا دكتور حقنه. ولا كتير ولا حاجة، أهم حاجة الحمد لله على سلامتك وعلى سلامة المولود. يلا يا جماعة كل واحد كده يطلع حلاوة المولود. هو يا جدعان احنا كل شهر هنطلع حلاوة المولود حلاوة المولود؟ ما نستنى لما يجي ونديها لها مرة واحدة. اخلص يا بطحة، خلص يا بطحة وطلع حلاوة المولود، ما تلغيش كتير. يلا. ماشي حاضر. خدها على واحد، دول 1000 جنيه، يبقى كده واصلك مني 6 بواكي. تسلم يا بطحه. ايه ده يا بطحه؟ انت بتعدهم؟ ده نقطة المولود، عيب. الف مبروك يا لواحظ. خدي شوفي دول كام. هتخليهم ببركتهم يا عم ده باش، هتعدهم على ايه؟ لا يا بنتي، انا قصدي اعرف دول غير دول ولا لا. بقول لكم ايه، يلا بقى بينا يا جماعة وخلي لواحظ ترتاح. ما تقعدوا تتغدوا معانا يا جماعه. ايه ده؟ هي فيها كمان اكل؟ يا سلام يا سلام يا حسونه. انت قعدت تاني ليه يا عم ده باشا؟ الراجل بيقول نقعد نتغدى ناكل لهم، فيها ايه؟ ده ايه يا باشا؟ انت جننت يا راجل، انت عشان نقطت المولود عايز تاكل بيهم، عيب عليك. قوم يا راجل قوم. قوم يا راجل يا جدعان، تعالى قوم، انا هاكلك بره. لا مش عايز منك اكل ولا حاجه، مش عايز. يا ساتر. صحيح قبل ما انسى، بقول لك ايه يا لواحظ، وانت في شهرك الاخير صحيح؟ لازم تتمشى كده في الشهر الاخير ده، عشان كده المولود واخده بالك يبقى طالع كده نازل تمام وصحته حلوه. ما انا هتمشى يا دكتور حقنه، امال ايه؟ هتمشي. ايوه قول لها يا دكتور حونه، دي بقى لها 3 شهور قاعده نفس القعده دي، وانا اللي بعمل كل حاجه. ما ينفعش يا لواحظ، انت لازم تتمشى كتير. ما اصل بس انا يعني تعبانه شويه بس كده، ان شاء الله همشي. يا ستي تمشي حتى لو هتتمشي في البيت كده راحه جايه. ماشي يا دكتور حقنه همشي، بس انا تعبانه بس اليومين دول. تعبانه؟ انت هتعملي تعبانه من اولها، ما ينفعش الكلام ده، لازم تقومي يا لواحظ وتتمشي كده في البيت عشان العيل ينزل كده سليم. يلا والنبي لو هتساعدني هاتي ايد. استنى بس، ما تستنى بس، قوم انا هقول لك. قومي يا شيخه كده بقى، قومي يا شيخه كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ما انا قلت لكم انا تعبانه كده، يعني اديكوا سقطتوا الواد. بخدة تاكل يخرب بيتك يا لواحظ، بتضحكي علينا الفتره دي كلها. اعمل لكم ايه يعني؟ البنت طلعت مخده، يا ساتر. تاني يا لواحظ بتشتغلينها تاني؟ طب ماشي، تعال هات ياض الفلوس، ياض ال6000 جنيه اللي قلبتوني فيهم يا عم انا مالي، وانا اللي كنت حامل وخدتهم منك. هي دي مش مراتك؟ للاسف ايوه. يبقى انت اللي هي تاخد وانت تدفع. الله يخرب بيتك يا